الحسن الثاني جاسوس إسرائيل؟ هل فعلا كان الحسن الثاني جاسوسا لإسرائيل؟ هل ما روج له في السنين الأخيرة ممكن يكون حقيقيا؟ ولماذا في هذه الفترة بالضبط تم التحدث عن هذا المؤتمر؟ وما الهدف من نشرها؟ كل هذا غادي نعرفوه اليوم في هذا الفيديو. تابعونا. خرج الرئيس الأسبق لجهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية شلومو غازيت بمعطيات جديدة حول علاقة الدول العربية بإسرائيل في العقود الأولى لتأسيس هذه الأخيرة، إذ قال أن المغرب مكنها من الحصول على تسجيلات القمة العربية اللي استضافها المغرب سنة 1965، مما هيئ لها سبل الانتصار في حرب 1967. وقبل ما نكملوا شنو قال شلومو غازيت، اجوا تعرفوا معايا شكون هو هاد شلومو غازيت بعدا. شلومو غازيت سيادي هو من مواليد 1926 في اسطنبول، وهو ضابط عسكري وأكاديمي إسرائيلي حمل رتبة لواء في جيش الدفاع الإسرائيلي، وترأس مديرية المخابرات العسكرية الإسرائيلية، واشتغل فيما بعد منصب رئيس جامعة بن غوريون ورئيس الوكالة اليهودية. ونرجع نشوف شنو قال شلومو غازيت في حوار نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت، أن الملك الراحل الحسن الثاني اللي ما كان كيتيق في حتى شي قادة من الدول العربية، ونفتح بين قوسين أنه ماشي غير الحسن الثاني فقط اللي ما كانش كيتيق في حتى شي واحد، ولكن كل القادة كان حتى واحد ما كيتيق في حد، وكانت العلاقات متوترة. هادشي كله مكن إسرائيل من الحصول على تسجيلات سرية لكل ما دار في القمة العربية في المغرب سنة 1965. وكانت تلك القمة مهمة بزاف للغاية، حين جات قبل الحرب 1967، حيث شهدت تلك القمة خلافا بين ملك الأردن الحسين بن طلال ورئيس المصري جمال عبد الناصر، الأمر الذي جعل لإسرائيل تكتشف غياب إجماع بين العرب، وتعرفت كذلك على حقيقة قدراتهم الخاصة، تلك التي تخص خاصة الجيش المصري. هنا نرجع لواحد الموضوع مهم، أن هذه الفترة في تاريخ المغرب كانت المعارضة المغربية قوية للغاية، ووصلت حتى الجيش. وغادي نهضر لكم على كم الاغتيالات والانقلابات اللي تعرض لها الراحل الحسن الثاني في الفيديوهات الجاية. الملاحظة اللي لاحظنا أن الحكومة المغربية لم تتحدث على هذا الموضوع، بل كان هناك صمت كبير داخل القصر الملكي، بحيث لم ينفي أو يؤكد هذه التهمة الكبيرة على الراحل الحسن الثاني. بل لاحظنا أن اللي تكلم بشكل كبير على هذا الموضوع، واللي أكيد مجموعة من الناس غادي يعرفوا شكون، واللي أبدعوا في كتابة المقالات عليه، هي الصحف الجزائرية والفرنسية. هنا ايش نطرح واحد السؤال مهم، علاش ما خرجش شلومو غازيت يتحدث على الحسن الثاني غير في هذا الوقت حتى 2015، وعلاش ما هضرش من قبل؟ فإسرائيل اختيارها الحسن الثاني ليس اختيارا اعتباطي، وإنما مدروس لكي يحدث شرخا وتفرقة بين الأمة العربية والإسلامية، وباش يقولوا العرب أين أنتم يا خونة، والدليل واحد منكم ومن القادة ديالكم وعنصر ثقة تغيب بيناتهم. واللي معروف على الحسن الثاني كان دائما كيأدي دور الوسيط بين الرؤساء والملوك العرب، وهو كذلك كان رئيس للجنة القدس ورئيس لوكالة بيت المال القدس الشريف ورئيسا لمنظمة الوحدة الإفريقية، أي كان يكتسب مكانة مرموقة على الصعيد الدولي، ويحظى كذلك بحب شعبي كبير خاصة في المغرب. التي واحد الموضوع مهم خاصناش ننسوه ونطرقوا ليه، أن هذه الفترة كانت تعتبر فترة حساسة، حيث كانت هذه المرحلة كتسمى بمرحلة الصراع والخلافات الباردة بين العرب، حيث كان الوضع مثلا متوتر بين تونس ومصر، وكانت كذلك لما نسوش أن مصر شاركت مع الجزائر ضد المغرب في حرب ريمال،
أحداث كثيرة في هذه الفترة غادي نطرقوا ليها إن شاء الله من بعد، وغادي نشوفوا كيفاش تعامل الحسن الثاني مع كل هذه الأحداث بنباهة ورزانة. على العموم، باش ما نطولوش ونحاول نختصر لكم أكثر، أن إسرائيل افتعلت هذه القصة الوهمية باش كلما العرب قرروا يعملوا مؤتمر يبقاو دائما متنكرين فاقدين الثقة بيناتهم، باش كل ما يقرروا يديروا شي مؤتمر يبقاو يخافوا لا يكون وسطهم شي جاسوس. وكيف كنشوفوا الأحداث الحالية وحال العرب وكيفاش فاقدين الثقة في بعضياتهم وكيفاش كياكلوا في بعضهم. والحسن الثاني تقال عليه بزاف ديال الاشاعات، ومنها اللي كان كبار من هذه التهمه، ومنها ان الحسن الثاني قتل بن بركه وانه يهودي، والعديد 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 من الاشاعات والتهم والخزعبلات اللي ما لها لا ساس ولا راس، والاعلام الجزائري ينشر وبعض العقول تصدق، والفاهم يفهم.